المنتخب المغربي في المباراة كامل الإمكانيات لصناعة الفارق، يعزز الأمال بالنسبة للمنتخب المغربي. ولو هناك كثير من المراقبين يرون أن أمريكا البرازيل في الدور الثاني، لكن من يدري قد تحدث المفاجأة، ونتمناها مفاجأة مغربية. المراوغة المنتخب كرة مغربية العرضية ولكن فيها تغطية. اللاعب الضحى رجعت من جديد، هنا الاستلام عن طريق جنة شريف، رائعة جنة شريف. هنا تمشي بالمناسبة لضحى المدني، ضحى وجنة في الجهة اليسرى. إذا ما قارناه تمشي الكرة على الطرف الايسر بالكعب، رائعه، تحضير ممتاز. هنا العرضيه لساميه والمكانيه. انا توقعت بان الريماسون سيدفع بهاجر السعيد في مركز الدائره الايسر على بعض فوات فاطمه الغزواني وناديه بن عسو على الخصوص. الكنترول هنا المرور وامكانيه المراوغه فيها صافره، هو الخطا موجود. امتياز هنا الاعاده، نعم كان في تدخل لكن ايضا كان ممكن الحكمه تخلي الامتياز. هنا مرت اللاعب المغربي، هنا مرت تسديده يدانيه، الباس رائعه هناك في الجهه اليمنى، العرضيه وبالراس، ولكن في هذه المباراه لكن الاهم هي الفرص وترجمتها الى اهداف، لانه نتمنى لهم الانتصار. لا تدخل، النتيجة لا تقبل أي نقاش. وفي الإعادة تدخل الماضي كان واضح من همام أمام غضب وصيحات الريماسون. الآن عندنا حضور إن شاء الله الموسم القادم والسنة القادمة في صيف مميز لكأس أفريقيا الماضية بالمغرب، بينما خطأنا صعوبة بهدف. هنا الإعادة الغزواني مع جنة شريف. ماذا فعلت الغزواني؟ ماذا فعلت فاطمة الغزواني؟ لحسن الحظ التدارك، وبالتالي فيها ركنية أولى لفائدة المنتخب الهندي. فقط يا الجزاء، يلا يا وصال. هنا الكرة العرضية يا جنة يا شريف. المراوغة في هذا المكان صعبة جدا أمام نيتو اللي تقوم بالضغط على حاملة الكرة. 10 دقيقة على بداية المباراة، ولدينا هنا لاعبات هنديات داخل منطقة الجزاء. الكرة هنا مرت سالمة، تحاول المرور، سامية تضغط عليه المدافع الهندية. سامية لا زالت هنا التمريرة حاضرة. ضحى كرة من دانيا ترجع مغربية. تباطؤ نوعا ما. حدارية نادية بن عسو، كورتك يا بن عسو، كوماري. راجعت هندية العرضية بعد ذلك جنة شريف تساند. هنا الكرة الأمامية، هاجر سعيد، تمشي هاجر لو تحت نوعا ما استعجال في إيصال الكرة لمنطقة الجزاء، وهذا يخلي التركيز يغيب. هنا التسديدة ولكن سهلة في هدوء. وصال تيطاح، نادية بن عسو تمشي لضحى المدني. الكرة في العمق ممتازة ولكن وين السرعة هنا؟ شرق الهند 3 مدن بالمناسبة تستضيف هذه الكأس على العالمية. ممتازة لاعبة فاطمة في خطأ الأولى، أعطت تمريرة للاعبة جنة شريف الأمامية ديال الكرة. هاجر سعيد، هاجر راوغت، هاجر بين لاعبتين يا هاجر. هنا التسديدة ولكن فيها الركنية ممتازة في التموضع، رائعة. اللاعبة ياسمين زوير في العمق. هاجر يا هاجر، كنت الأسرع يا هاجر، كان لازم تكوني الأسرع يا هاجر. لا زالت مغربية. ضحى وجول، ولا زالت مغربية والعارضة. سنتابع الركنية. المفروض أن المنتخب المغربي يتفوق في الكرات العالية. هذه الإعادة المتابعة، الكرة الثانية تصطدم بالعارضة. ريماسون يتفاعل، وهنا كانت إن شاء الله تلعب هذه الركنية. مرت أمام الجميع. هاجر هنا هاجر، كان لازم تكون أسرع هاجر في نهاية الأمر. هنا السرعة من حارسة المرمى قطعت الكرة، كان عمل كبير لضحى المدني. التمرير والتسديد بعد ذلك من ياسمين زوير لفائدة المنتخب الهندي.
راقب الوضعيه يا وصال يا وصال، يا سلام يا سلام. افضليه بالنسبه للمنتخب، هذه تفضل اكثر الكرات العاليه، الضربات الراسيه، لكن ايضا في الالتحامات عندها الافضليه هنا بالهدوء الممكن عوض الاستعجال ولعب الكرات بالعرض، لانك تعطي الفرصه للمنتخب الهندي لعب الكره الاماميه من هذا المكان. يعني ممكن الامور تمشي جيده، لكن الافضل انك تلعب الكرات القصيره والتدرج نحو الامام. اذا دانيال بوسيتا تلعب الكره للامام، في نهايه الامر ترجع الهنديه. المساحة الآن، لا يجب ترك المساحات. يلا وصال يلا وصال، ما تمرش يا وصال. فاطمة الغزواني، وصال وفاطمة وسامية الحسناوي ترجع للمساندة. مغربية مقطوعة، بعد ذلك تمشي لهاجر سعيد، ضاعت لكن في بعد ذلك دانيا بوسيتا تعيد الكرة لفائدة المنتخب المغربي، تمشي لدانيا بوسيتا. دانيا بوسيتا تغير، ممتازة التمريرة، هاجر سعيد سترفع هذه الكرة العرضية وفائدة المنتخب الهندي. لازم في اقرب توقف، اعتقد بانه سيكون هناك بريك دقيقه لاخذ جرعات من المياه، فهذه الفتره ممكن الريماسون ممتازه. هذه الكرات اللي مطلوبه، لكن المراوغه هنا الزايده تمشي للجهه اليمنى. وصال العيساوي تراقب، وصال العيساوي الكرة بأن الشريف نقلة في وسط الميدان، السلة من سامية المسناوي. سامية تعطي التمريرة، المتابعة من دانيا بوسيتا. يلا يا هاجر، تمشي هاجر تبحث عن التسديد ولكن مسناوي. سامية امشي بالكرة اللي لعبة دانيا بوسيتا، إمكانية التسديد. أنا في المسناوي تمشي بالكرة، تلعب بعد ذلك لمينا عيش اماميه، مينا عيش الحمزاوي. عمليه البحث عن الحلول في العمق. هاجر سعيد، هاجر فيها وصال الصعود وصال تمر، وصال تعلي الكره، وصال وبالراس، ولكن وسيلم الكره هذه ممكن. هاجر سعيد هاجر لا زالت تحافظ على الكره، تمرر. ساميه تبحث عن التسديد، لا زالت مغربيه فيها عرضيه، ممكن. رجعت لي سامية المسناوي، سامية في العمق ممتازة، هذه ممتازة. دانيا بوسيتا تحاول المرور، وصال المرمى لم يستغل. هنا الخطأ لحارسة المرمى، لم يتم استغلاله في هذه هنا لفائدة لاعبة جنة. لا زالت مغربية، إمكانية التسديد ولكن تأخرت وركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء لفائدة المنتخب المغربي. الحكمة هنا كاتيا غارسيا إلى ماذا أشارت في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ كان في خطأ في منطقة الجزاء، هنا المضايقة وهنا الخطأ وهنا لمسة اليد واضحة تماما، والركلة جزاء. نعم، ركلة جزاء تعلن عنها كاتيا غارسيا، وفرصة هنا زيارة الشباك الهندية. 1-0 سترفع المعنويات، 1-0 تحفز المغربيات. الحضور للمغربيات أقل من 17 سنة. دوحة المدني، التركيز من دوحة. غارسيا، دوحة يا دوحة، جول المدني وأول هدف في كأس العالم للمغربيات. 1-0. نعم، هنا المغربيات يكتبن التاريخ في أول مشاركة على مستوى كأس العالم أقل من 17 سنة في الأراضي الهندية. 1-0 للتاريخ، 1-0 دوحة المدني. نعم، تسجل اسم بأحرف من ذهب، لأنها ستكون أول لاعبة مغربية نعم تسجل في كأس العالم أقل من 17 سنة في تاريخ المشاركات، لأنه ستكون إن شاء الله مشاركات أخرى قادمة يا الريماسون. فرحة الريماسون لأنه كان يعرف بأن المغربيات يحتاجن لهدف لتكون المعنى. جيش في الشامبيونز ليج بعد أيام في الأراضي المغربية في العاصمة الرباط، سيكون حدث دوري أبطال إفريقيا السيدات في بطولة مجمعة لن تكون سهلة. ولاوي وصال يا وصال، تمشي كرة على الطرف الأيسر لفائدة اللاعب وصال.
هنا الجنة شريف، جنة شريف، ياسمين زهير، ياسمين زهير فيها عرضية بحثا عن هاجر والركنية. تعالي تعالي تعالي. لما نقول برازيل وامريكا مدارس رائدة على مستوى كرة القدم النسوية، المهارة مع التكوين الأكاديمي، يعني المهارة عند البرازيليات والتكوين الأكاديمي والتكوين الرياضي. وضربة جزاء، ضربة جزاء. أصبح المهاجم المغربي يوسف النصيري لاعب فريق إشبيلية الإسباني مرشحا للذهاب إلى الدوري السعودي. وحسب التقارير الواردة من السعودية اليوم السبت، فإن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع اللاعب المميز، وذلك لأن البرتغال